السلام عليكم أخواتي ومرحبا بكم على قناة أماني. إن شاء الله الكل في تمام الصحة والعافية. بداية أعتذر منكن أخواتي على هذا الغياب لظروف خارجة عن إرادتي، وأود أن أشكر كل من سأل عني من قريب أو من بعيد، بارك الله في الجميع. كما أود أن أرحب بكل المشتركات الجديدات على القناة. إن شاء الله سأحاول جاهدة تلبية كل الرغبات في إدراج حلويات اقتصادية يومية وحلويات خاصة بالمناسبات السعيدة أدامها الله على الجميع. وصفة اليوم بإذن الله عبارة عن حلوى اقتصادية سهلة سريعة مناسبة لقهوة الصباح أو قهوة المساء، بمقادير جد بسيطة. إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم. إذا أعجبكم الفيديو أخواتي شاركوه لأصدقائكم لتعم الفائدة، ولمن يزور القناة لأول مرة أدعوه للاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليصله كل جديد. نبدأ على بركة الله بالمقادير. راح نحتاج إلى 125 جرام من الزبدة أو المارغرين، 4 ملاعق كبيرة من السكر الناعم ما يعادل حوالي 80 جرام، نصف حبة بيض، 2 ملاعق كبيرة من الزيت، ملعقة كبيرة من المايزينا أو النشاء، ملعقة صغيرة من الفانيليا، وفرينة أو طحين. هنا عندي حوالي 250 جرام. بالنسبة للطريقة راح نخلط كل من المارغرين أو الزبدة اللي تكون بحرارة المطبخ، نضيف فوقها السكر الناعم، نصف حبة بيض، اثنين ملاعق كبيرة من الزيت، وملعقة صغيرة من الفانيليا. راح نخلط كل هذه المقادير جيدا. هنا ممكن نستخدم اليد فقط أو نستخدم الخلاط الكهربائي. بعد ما نخلط كل المكونات راح نضيف كمية المايزينا ونجمع بالفرينة أو الطحين حتى نتحصل على عجينة تكون متماسكة. العجينة تكون متماسكة بهذا الشكل. أنا هنا ضفت حوالي 230 جرام من الفرينة أو الطحين، هذه الكمية المتبقية من 250 جرام، لأنه حجم البيضة اللي استخدمت حجم صغير. إذا بعد ما شكلت العجينة الآن نقوم بتشكيل الحلوى. إذا بعد ما قمنا بتشكيل العجينة نقوم بتقسيمها إلى قسمين. من الأحسن نقسمها إلى قسمين ونشكل كل قسم على حدة، لأنه هذه العجينة هشة هكذا يسهل علينا تشكيلها. إذا هذا الجزء نتركه جانبا. إذا نقوم بتقسيم العجينة إلى قسمين متساويين. نحتفظ بالجزء الأول والجزء الثاني، نقوم بتقطيعه إلى 5 أجزاء متساوية. نقوم بتشكيلها بشكل طولي. الآن راح نحتاج إلى كمية من الكاكاو. هنا حنستخدم الكاكاو البني، فضل الكاكاو البني على الكاكاو الأسود. حنرش كمية فوق طاولة العمل. ونقوم بتمرير العجينة اللي شكلناها بشكل طولي إلى في الكاكاو. هنا إذا كانت كمية الكاكاو غير كافية نضيف كمية أخرى، ونكمل بنفس الطريقة. الآن نقوم ببسط العجينة البيضاء. نرش كمية قليلة فقط من الكاكاو. من الأحسن نوضع العجينة على الأقل 15 دقيقة في الثلاجة حتى يسهل علينا
تشكيلها. هنا نرش عليها كمية من فوق كمية من الفرينة أو الطحين، ونقوم بتشكيلها بشكل مستطيل بطول الأشكال اللي عملنا. بعد ما شكلت العجينة البيضاء بشكل مستطيل، نقوم بوضع العجينة البنية حتى أنها تقطعت، نرجعها بكل سهولة هكذا. يعني كما قلت من الأحسن وضع العجينة ترتاح في الثلاجة على الأقل 15 دقيقة، نتحكم فيها بشكل أحسن. الآن راح نقوم بغلق العجينة. من الأحسن استخدام قطعة العجين. هنا قمت بقلب طابي دو سيليكون أو سيلباك لتكون الصورة واضحة. هنا نقوم بتشكيل الحربوش مع إخراج الهواء. الآن راح نحتاج إلى كمية من الكاكاو. ونقوم بتمرير الحلوى فيها في الكاكاو بهذا الشكل. نقوم الآن بوضع الحلوى اللي شتلنا داخل كيس غذائي، ونقوم بالضغط هكذا، نضغط جيدا حتى نخرج كل كمية الهواء، ونضغط هنا على الأطراف. ونقوم بإدخال الحلوى إما للثلاجة لمدة ساعتين أو في المجمد لمدة نصف ساعة حتى تتماسك جيدا ويسهل علينا تقطيعها. إذا بعد ما تماسكت الحلوى جيدا في الثلاجة، أنا قمت بوضعها في المجمد لمدة نصف ساعة. نقوم بتقطيعها بواسطة سكين حاد. ما قطعت الحلوى إلى دوائر، نحاول نشكلها بواسطة اليد، نعدل الدائرة هكذا. بعدها نقوم بوضع الحلوى في صينية الفرن، ونقوم بإدخالها للفرن يكون مسخن مسبقا على 160 درجة. حنشعل الفرن من الأسفل فقط، يجب أن يبقى لونها أبيض من فوق حتى تحافظ على شكلها. أنا راح نكمل تقطيع كل الكمية ونقوم بإدخالها للفرن، ونلتقي في صحن التقديم بإذن الله. هذا هو الشكل النهائي للحلوى أخواتي بعد ما قمت بإخراجها من الفرن. تحصلنا على هذه الحلوى الرائعة الشكل. كما سبق وأن ذكرت، نقوم بإشعال الفرن من الأسفل فقط حتى تأخذ اللون المحمر هكذا. أما من الأعلى نتركها بهذا اللون الفاتح. يعني حلوى سهلة سريعة من دون طابع من دون جهد، بمقادير جد بسيطة متوفرة في كل بيت. يمكن نحضرها للضيوف أو لفطور صباح أو قهوة المساء، حتى ذوقها أكثر من رائع. لاحظوا أخواتي، يعني حلوى هشة رائعة المذاق. لاحظوا الهشاشة. إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم، وإلى الملتقى في وصفات جديدة بإذن الله.